السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود العراقي من قناة جاست 5، وانت دلوقتي بتتعلم انجليزي بأسهل وأفضل الطرق. في الحلقة دي هناخد مجموعة مشاهد من فيلم مشهور جدا بيجسد فيها البطل دور مجاهد اسكتلندي اسمه ويليام والاس، بيقاوم هو ومجموعة من الناس والجنود أمام المحتل الإنجليزي ملك إنجلترا الظالم. الجمل اللي هناخدها ليها علاقة بالحرية والصمود أمام المحتلين في فترة معينة. فيها البطل بيقول كام جملة جامدين جدا ومناسب قوي اننا في الفترة دي نحفظهم ونتعلمهم ونستفيد بيهم، علشان اخواتنا في فلسطين مش عايزين ننسى واجبنا تجاههم، ولو على الاقل بالدعاء ليهم: يا رب ارحم شهدائهم وداوي جرحاهم وثبت اقدامهم واقدام المجاهدين امام اعدائك يا رب اعداء الدين. وطبعا مش معنى اننا بنستشهد بفيلم عن اسكتلندا اننا ننسى الابطال الحقيقيين، هم ابطالنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في غزواتهم وفتوحاتهم. هو بس علشان ناخد الجمل اللي نستفيد بيها باللغة الإنجليزية. يلا نبدأ حلقتنا، يلا بينا. A country of our own, 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 a country of our own. الجملة الأولى بتقول A country of our own. A country of our own. الجملة معناها وطن خاص بنا. كل واحد فينا بيعتز بوطنه، ولا يقبل أحد أبدا إنه ياخد شبر واحد من أرضه ووطنه لتسيل الدماء في سبيل الله. هو هنا في المشهد بيتكلم على إنه لازم يكون لشعبه أرض ووطن خاص بيهم. A country of our own. A country of our own. تعالوا نرجع نسمعها تاني. A country of our own, a country of our own, a country of our own. Now is our chance, now. 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 الجملة التانية بتقول Now is our chance now. Now is our chance now. الجملة معناها الآن هي فرصتنا. الآن هو بيأكد جملة بتدعو لاقتناص الفرصة لما تيجي، وقتها لازم يكون في حركة، فرصة مثلا للاتحاد طالما هناك عوامل النصر. مثلا هنا في المشهد كان عايز يقتنص فرصة انه كان في هزيمة في معركة كان انتصر فيها على المحتلين، وجات الفرصة انهم يتحدوا ويكملوا انتصارهم. علشان كده بيقول Now is our chance now. يعني دلوقتي فرصتنا. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Now is our chance, now. Now is our chance, now. Now is our chance, now. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. الجملة التالتة بتقول You're the rightful leader and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader and there is strength in you, I see it. You're هنا اختصار ل you are. You're the rightful leader and there is strength in you, I see it. معناها أنت القائد الشرعي وفيك القوة أنا أراها. هنا البطل بيحمس الحاكم أو قائد البلد إنه عنده القوة، وهو شايفها فيه. جملة طويلة شوية بس وانت بتحفظها لازم تقسمها كأنها جملتين أو 3، وتحاول توقف المشهد عند كل جملة. مثلا You're the rightful leader، هي دي كده يعتبر جملة. And there is strength in you، دي كده جملة تانية. I see it، دي جملة تالتة. You're the rightful leader and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader and there is strength in you, I see it. طبعا مش هوصيك تعيدها على قد ما تقدر مرة واتنين وعشرة لحد ما تزهق، مش علشان بس تحفظها، علشان تتحفر في عقلك اللاواعي مع الممارسة طبعا، وتحاول تستخدمها بشكل يومي.
مش الجمل دي بس طبعا، لأ، أي جملة بناخدها في Just 5. علشان كده احنا في القناة بناخد بس 5 جمل مش أكتر، علشان منطقيا تقدر تستفيد فعلا، مش رص جمل وخلاص. تركز وتحفظ وتعيد في 5 جمل بس كل حلقة، دي الفايدة الحقيقية، وده هدفي. الهدف التركيز على إنك تستفيد بكل جملة في الحلقة، مش كتر جمل. تعالوا نرجع نسمع الجملة تاني. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. And if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom. الجملة الرابعة بتقول and if you would just lead them to freedom. and if you would just lead them to freedom. الجملة معناها وإذا كنت ستقودهم إلى الحرية. الجملة هنا فيها شرط، إنك لو هتقود الناس والشعب للحرية. الجملة بقى اللي بعدها المفروض اللي الرد عليها هتيجي بعد كده هناخدها. فهي الجملة كده دلوقتي شرطية، لو انت هتقودهم إلى الحرية إيه اللي هيحصل؟ الجملة دي هنشوفها بعد كده. تعالوا نرجع نسمع الجملة دي وبعد كده هنشوف الرد في الجملة الأخيرة. And if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom. They'd follow you. 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 الجملة الخامسة والأخيرة بتقول، وده الرد أو الجملة دي الرد على الجملة الشرطية اللي فاتت اللي هي and if you just lead them to freedom هيحصل إيه؟ they'd follow you. they'd هنا اختصار ل they would. they would follow you. they would follow you. they'd follow you معناها سيتبعونك. يبقى أنت لو هتقودهم إلى الحرية هم هيتبعوك. if you would just lead them to freedom they'd follow you. تعالوا نرجع نسمعها تاني. And if you would just lead them to freedom, they'd follow you. They'd follow you. They'd follow you. تعالوا بقى نرجع نسمع الجمل كلها تاني علشان ندرب نفسنا عليهم. A country of our own. A country of our own. A country of our own. Now is our chance. Now. Now is our chance. Now. Now is our chance. Now. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. You're the rightful leader, and there is strength in you, I see it. And if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom, and if you would just lead them to freedom, they'd follow you. They'd follow you. They'd follow you. معادنا دلوقتي مع الهومورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعهم كويس جدا، وعايزكم تكتبوا لي في الكومنتس سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. I gave him my word. 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 If we join, we can win. 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 وبكده خلصت الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة Just 5. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل الحلقات اللي جاية. كان معكم محمود العراقي من قناة Just 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.